النهارده متكلمين على النت بيقولوا ان فتحوا منافذ جديده الكيلو اللحم المبرد ب 50 جنيه. مفيش مشاكل، احنا دي ما تزعلناش، دي الشعب تعبان مفيش. احنا عايزين حاجه تبقى رخيصه. مش حاجه اسمها منافسه. الزبون احنا كناس اكيله، انت على مستوى بيتك كناس اكيله ما بتلاقي الحاجه حلوه وناقصه بتشتريها. وحشه ما بتاخدهاش، بتلاقي اغلى شويه بس حلوه بتاخديها على حسب السلع. لو الجيش نافس في السوق بشكل تجاري ده حاجه ممتازه جدا جدا جدا، وانا اشجع على كده طبعا. لما الجيش ينزل اسعاره اكيد هتبقى اقل بقى من الاسعار اللي في السوق، يبتدي تجار الجمله والمستوردين عشان يبقى في فرصه للتنافس. يعني الجيش هيبيع ب 10 هم بيبيعوا ب 15، طب مثلا يعني هيبيعوا ولا كله يروح للجيش؟ لا، في الوقت ده المستوردين وتجار الجمله هينزلوا سعرهم عشان يبقى مقارب لسعر الجيش. الجيش عايز يعمل ايه؟ عايز يوصل السلعه للناس البسيطه، الناس الغلبانه. احنا والناس المرتاحه مش هتروح تاخد من المنافذ دي، برضه هتروح تجيب كروته ب 10 جنيه، الجيش بيبيعها ب 5 جنيه، مين اللي هيروح للجيش؟ الناس البسيطه، الناس الغلبانه. مفيش منافسه، المنافسه لازم كل واحد له زبونه، كل محل له زباين بتاخد الزرع بتاعه، بتشيل الزرع لحد المحل اللي هو فكرة ان الجيش ينزل او يبقى في شراكه، ينزل الجيش ينزل الشرطه تنزل، كل شغله والبلد تاكل عيش. بالنسبه لكم مش هتحاولوا تخفضوا اسعار او كده؟ لا، ما هنحفظ اسعار. بالنسبه للجيش عنده جنود وعنده مثلا الارض في الجبل بتاعته كل حاجه ببلاش، مش مثلا ايه حد بيدفع ايجار وبيدفع مثلا ميه وبيدفع مثلا جاري مثلا ايه عمال ولا اي حاجه معايا. حتى وقت لو جيت مثلا نزل حاجه في السوق، لما عندك الفلاح مثلا كل حاجه عليه بالفلوس، الارض بالفلوس والعمال بالفلوس وكل حاجه بالفلوس. لو جيت بيع بجنيه وانا بعت ب 2 جنيه يبقى ما ده خسران. كل دي منافسه عاديه، دي كله صالح المشتري وصالح الجمهور. يعني ما انتوا ما عندكوش مشكله. طب هتواجهوا المنافسه دي ازاي؟ هتقللوا الاسعار؟ لا، الاسعار هي السوق اللي بيتحكم في الاسعار. في عرض كتير الاسعار تنزل، الخضار يقل الاسعار ترتفع.